الصدمة كانت كبيرة في كأس الكاف بعد هزيمة النادي الرياضي القسنطيني سهرة اليوم أمام نهضة بركان برباعية كاملة 4-0 في مباراة كان فيها اكتساح مغربي جديد يربك الإعلام الجزائري، ونهضة بركان تفضح هشاشة شباب قسنطينة في واحدة من أقوى مباريات نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية. لقن نادي نهضة بركان المغربي درسا قاسيا لنادي شباب قسنطينة الجزائري على أرضية الملعب البلدي ببركان في مباراة الذهاب التي انتهت بنتيجة ثقيلة ومهينة للنادي الضيف وسط أجواء جماهيرية مغربية حماسية وراقية. الانتصار لم يكن عاديا، بل حمل في طياته رسائل رياضية قوية تؤكد علو كعب الأندية المغربية إفريقيا، خاصة حين يكون الأمر أمام أندية جزائرية تروج دائما لكونها الأجدر والأفضل، رغم أن الواقع في الميدان يروي قصة أخرى تماما. ردة فعل الإعلام الجزائري كانت هستيرية بشكل لا يصدق، حيث حاولت القنوات الجزائرية الكبرى على رأسها الهداف تيافي والشروق نيوز التخفيف من وطأة الهزيمة بأساليب مثيرة للشفقة. تصريحات متضاربة، محاولات لإلقاء اللوم على التحكيم، وانتقادات غريبة لتصرفات الجماهير المغربية، رغم أن الاستقبال كان أخويا ومثاليا. لكن الأكثر إثارة للجدل هو خروج بعض الأبواق الإعلامية الجزائرية باتهامات خطيرة، حيث زعمت أن المغرب يسعى لزرع الفتنة بين الجماهير الجزائرية من خلال إشعال الأجواء وافتعال الأزمات، وهي اتهامات واهية تكشف ببساطة مدى الغباء الإعلامي الذي يحاول التغطية على الواقع الرياضي المر في الجزائر. الإعلام الجزائري بدلاً من الاعتراف بالفشل الرياضي اختار الهروب للأمام وصار يروج لنظريات المؤامرة، وكأن نهضة بركان فازت عن طريق السحر وليس بخطة واضحة، روح قتالية ولاعبين متألقين في كل المراكز. في برامج تلفزيونية جزائرية سمعنا محللين يصرخون: المغاربة جاءوا لتفريق جمهورنا، ثم أبدع في الروح الرياضية ورفعوا الأعلام الوطنية إلى جانب تيفوهات فنية احترافية. فهل وصل الإفلاس الإعلامي إلى درجة اختراع عدو وهمي فقط للهروب من واقع كروي مؤلم؟ انتصار نهضة بركان ما هو إلا امتداد لسلسلة النجاحات المغربية قاريا، والردود الجزائرية ليست سوى مرآة للغيرة والحقد والخيبة المستمرة التي باتت تؤلم خصوم المغرب أكثر من أي وقت مضى.